وهذه العشرة ديال الالتزامات نؤكد عليها وسنعيد التأكيد عليها لأنه مرة أخرى التزامات دستورية أمام البرلمان، وعلى أساسها نالت الحكومة الثقة. أولها أن الحكومة وعدت برفع وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الولاية الحكومية كمعدل، وليس كرقم غادي يجي في 2025 ولا غادي يجي في 2026، لأن هذه الحكومة عودتنا أن تلعب بالكلام. المعدل معنى أنه ملي خصنا نجمعوا الخمس سنين ديال الحكومة ونقسموها على 5 خصنا 4%، باش نكونوا واضحين. إلى حدود الساعة لم تحقق إلا 2.8%. هذا معناه أنه في 2024 خصها دير أكثر من 6%، و2026 خصها دير أكثر من 6%، وهذا مستحيل. بطبيعة الحال تحته مجموعة من الأمور لن أفصل فيها، نبقى فقط في هذا الأمر هذا. الثانية هو إحداث 1,000,000 منصب شغل صافي على الأقل خلال الولاية الحكومية. هذا الهدف راه هنانا من وزير في الحكومة قال لك ودي احنا ما قادينش نديروه، دونك صافي هذا صفر، الأول صفر والثاني صفر، لأنه هذه الحكومة في عهدها رجعنا في البطالة النسبة التي كانت في سنة 2000. في العهد ديالها سجلنا رقم قياسي ديال عدد العاطلين 1,630,000. في العهد ديالها في الفصل الأول من سنة 2025، والتقرير راه كاين في المندوبية السامية للتخطيط، النسبة ديال البطالة في الشباب ارتفعت من 35.9 إلى 37.7، معنى أن مع هذه الحكومة لا نتقدم في المجال ديال التشغيل. بطبيعة الحال احنا مرة أخرى قلناها ونعيدها أن هذه الحكومة عوض أن تشتغل على من سبقها وأن تطور، أربكت البرامج السابقة التي كانت منطلقة وكان من شأنها أن يكون لها أثر إيجابي على ثالثة تكلم عليها السي عبد الله قبيله، لأنه هذه طامة، لأنه أنا تركز على هذه الأرقام باش هذه السياسة ترجع بالقواعد ديالها والأرقام ديالها، ماشي نبداو غير نترميو الأرقام على هذاك. رئيس الحكومة وعد أن يرفع نسبة نشاط النساء من 20 ل 30% في ولايته، راه ما زال يراوح مكانه بل يتراجع. 10% تنسالوها لهذا رئيس الحكومة، وخا من بعد غيمشي غنبقاو تنسالوا 10% ديال نسبة النشاط، لأنه الإنسان كان يلقي بالكلام وبالوعود على عواعينها. النقطة الرابعة وهذه هي القاصمة هو تعميم وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة. هذا هو بيت القصيد في هذا العمل كله. في الجانب الاقتصادي أنتم شفتوا النتائج. الحماية الاجتماعية الشاملة رئيس الحكومة وناطقه الرسمي ومجموعة من الوزراء ما زالوا يكابرون إلى اليوم بأنهم نجحوا في هذا الورش نجاحا لم يسبقهم إليه أحد وأنهم فعلوا، ولكن الإحصائيات الرسمية، التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتقرير ديال البنك الدولي اللي على أساسه خداو 600 مليون دولار من بعد ما خداو القرض الأول ديال 500 مليون دولار، والقرض الثاني ديال 500 مليون دولار، والقرض الثالث ديال 600 مليون دولار في نفس المشروع تعميم الحماية الاجتماعية، ثلاثة القروض ما بين 24 و 25 في ظرف سنتين. التقرير الأخير اللي على أساسه عطى البنك الدولي هاد 600 مليون دولار تيقول بأنه المغرب النسبة ديال التغطية الصحية ديالو 75%، في الوقت اللي القانون الإطار ديال الحماية الاجتماعية تيقول بأنه التعميم كان ينبغي أن يكون في دجنبر 2022. باش نكونوا واضحين، بطبيعة الحال قلناها ونعيدها، السيد رئيس الحكومة تم إقصاء 8 ديال المليون ونصف من المواطنين والمواطنات بسبب التهور وبسبب سوء التدبير في عملية نقل المستفيدين من نظام التغطية الصحية المجانية رميد إلى ما سمي متضامن. بين عشية وضحاها جاء السيد رئيس الحكومة تيقول بأن المغاربة هذوك اللي كانوا في الرميد سأقسمهم إلى فئتين، فئة قادرة على أداء وفئة غير قادرة على الأداء. الفئة اللي هو شافها هو بالمنطق ديالو غير قادرة على الأداء دخلها، واللي قادرة على الأداء قال لها أجي تدخلي وتأدي. جات ما دخلتش، 5 المليون منهم ما دخلوش لأنهم ما يتخشوا في شي حاجة اللي ما قادينش عليها، و3 ديال المليون ونص اللي دخلهم عنوة ما بقاوش يأديو، وبالتالي 8 ديال المليون ونص نقولها ونكررها مقصيون من التغطية الصحية في الوقت الذي ينص القانون الإطار على أن التعميم كان ينبغي أن ينتهي في دجنبر. وهذا الورش ينبغي علينا جميعا، وهذه مسؤولية الجميع، مسؤولية الحكومة أولا، نحن ننبه له، ولكن مسؤولية الحكومة ينبغي أن تنظر لها 8 مليون ونص شنو غدير معهم. الخامس هو إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة. اللي بغى يرجع للتقرير ديال المندوبية السامية غيشوف واش هذه الحكومة واش زادت في الفقر وزادت في الهشاشة ولا تراجعت، بحيث التقرير مدقق تيقول عدد الفقراء في 2019 في العهد ديال تعطيل التنمية كما قال السيد رئيس الحكومة من طرف العدالة والتنمية، العدد ديال الفقراء في 2019 كان 623,000. العدد الفقراء في العهد ديال التنمية ديال السيد أخنوش 1,420,000. العدد ديال الأفراد في وضعية هشاشة في العهد ديال التعطيل ديال التنمية الحكومة ديال العدالة والتنمية 2,600,000 في 2019. في العهد ديال التنمية وديال حكومة الكفاءات 4,750,000. هذا تقرير رسمي ديال المندوبية السامية للتخطيط اللي هي ما تابعه لا للعدالة والتنمية ولا وأخنوش الله أعلم.
حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية. التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأخير يعني فضح كل شيء. قال ما كاين لا طبقة وسطى فلاحية ولا عناية بالعالم القروي، وخرج واحد الرقم اللي هو تيقول هذا العالم القروي في الاستغلاليات الفلاحية الناس الضعاف والمتوسطين عندهم 70% ديال الاستغلاليات، 30% هي اللي عند الكبار. هاد الفلاحة الصغيرة والمتوسطة هي اللي تتشغل أزيد من 50% من الناس اللي هما من العائلات، يعني من في المقابل شحال عطينا لهذه الفلاحه الصغرى والمتوسطه اللي تيقول غادي يحميها وسيوفرها؟ عطيناهم 14 ديال المليار و500 في الوقت اللي عطينا 100 مليار للكبار. وهذه حكومه لا تتعامل ولا توفي الا للكبار. والدليل راه السي عبد الله عطى واحد المجموعه من الحالات، لا في السياسه الجبائيه ولا في سياسه الدعم والتوفيق في الاستيراد ولا في التحليه ولا في، دائما ستجد الكبار، وليس كل الكبار الزرق، عقلوا على الكبار الزرق مسبوغون باللون الازرق. تقليص الفوارق الاجتماعيه والمجاليه غندوزها لانه، ولكن لا ما غندوزهاش، غنبين غتشوفوا هذاك المبيان، لان هذه في الحقيقه خص الحكومه تعتذر عليها. جات تقول بانه هذاك المؤشر جيني في المغرب راه وصل ل 46.4 وانا غنهبطوا ل 39%، ما عمره كان في 46.4، لان هذا المؤشر جيني باش نشرحوه ونبسطوه. هذا المؤشر جيني هو اللي تيبين المستوى ديال التوزيع ديال الثروه في داخل بلد. منين تيكون 100%، منين تيكون 100% ولا تيكون واحد، معناه انه واحد داير كل شيء. ومنين تيكون صفر، كل ما قرب من الصفر كل ما كانت العداله الكامله، يعني التوزيع الكامل. حنا 39% يعني داك الشيء على قد الحال. هما خطأوا اصلا في المرجع. التعبئه ديال المنظومه التربويه بكل مكوناتها راه تكلم عليها السي عبد الله. تعميم التعليم الاولي هذا غنوقف عليه لانه كاين بزاف ديال تيبان لي. تعميم التعليم الاولي، هذه الحكومه تعهدت بتعميم التعليم الاولي لفائده كل الاطفال ابتداء من سن الرابعه خلال ولايتها الحكوميه. يلاه دخلت وجا الوزير ديال التربيه الوطنيه الجديد قالوا لا هذا غنخليوه حتى 2028. بعد هذه الحكومه بعد هذه الحكومه ما عرفاش راسها فوقاش غتسالي، كل مره تدفع لشي جهه. دابا قالت لك تعميم التعليم الاولي ل 2028 لان ما قدها على والو. اولا هذا التعليم الاولي دخلت الحكومه على نسبه 76%. خصها تعرف علاش دخلت، ماشي تجي تقول تعميم وكانه بدات من الصفر. دخلت في نهايه الحكومه الثانيه التي ترأسها حزب العداله والتنميه كانت النسبه ديال التعليم الاولي 76%. الموسم الذي تبعها وصلتها ل 80%، دفعت ب 4%. منين جاوا دابا وقفوا على الحقائق تيقولوا هذا الشيء التعميم خليه حتى ل 2028. دابا مع ما غنتحاسبوا. العاشره والاخيره راه تكلم عليها السي عبد الله ديال تفعيل الطابع الرسمي للامازيغيه، ما نتفصلش فيها. اذا هادو 10 ديال الالتزامات موثقه بالصوت والصوره في الجريده الرسميه ديال البرلمان امام الشعب، اللي هي الى جيتوا تحسبوا اقل من واحد الذي تحقق فيها.